مساء الفل واهلا بيكم في فيديو جديد. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. الفيديو بتاع النهارده هيبقى عن رمضان. احنا بقالنا فتره ما عملناش فيديوهات عن الدايت والتمارين والكلام ده كله، فخلينا النهارده نتكلم عن الاكل والتمرين في رمضان. ايه افضل وقت تتمرن فيه في رمضان، وايه افضل وقت تاكل فيه، وتنظم اكلك ازاي بحيث ان انت ما تخسش كتله عضليه في حاله لو انت كنت عايز تزود الكتله العضليه، وفي حاله لو انت كنت عايز تخس دهون تعمل ايه. ممكن الموضوع تكون قريته في حتت تانية، فيديوهات تانية، بس برضو اتفرج على الفيديو لاني اعتقد ان انا هقول حاجات ما اتقالتش في فيديوهات تانية محتوى عربي، فهتكلم في حاجه جديده، فادي لنفسك فرصه ان انت تتفرج على الفيديو. ممكن اضيف لك حاجه. انا دايما يعني ممكن اتكلم في مواضيع ترندي شويه او مواضيع الناس كتير اتكلمت فيها، بس بحاول ان انا ادخل حاجه جديده بحيث ان انا افيد الناس. مبدئيا خلينا نقسم الفيديو على جزئين. في ناس عايزه تزيد كتله عضليه او تحافظ على الكتله العضليه اللي هي اكتسبتها قبل شهر رمضان، وفي نوع تاني عايز يخس دهون مش فارق معاه الكتله العضليه قوي. فخلينا الاول نتكلم على اول جزء اللي هو الجزء اللي عايز يزيد كتله عضليه او هدفه عموما ان هو يزيد كتله عضليه او ان هو يحافظ على الكتله العضليه. خلينا بس نتفق على الحاجه الاول. انت في رمضان حاول ما تحطش امل ان انت تزيد كتله عضليه، لسبب ان انت اولا صعب شويه ان انت تعمل سيربلس، ان انت تاخد سعرات حراريه اكتر من اللي انت محتاجها، لان الايتنج ويندو او الوقت اللي انت مسموح ليك ان انت تاكل فيه مش كبير. فحتى لو انت قدرت ان انت تعمل سيربلس، ان انت تاخد سعرات حراريه اكتر من اللي انت محتاجها بحيث ان انت تزيد كتله عضليه، الفكره كلها ان انت ليك كميه معينه من البروتين انت تقدر تمتصها في الوجبه، تقريبا 50 جرام او 45 ل 50 جرام تقريبا. في دراسات طلعت قالت لك ان انت ممكن تمتص اكتر، وعمليه البروتين سينثيسيس ممكن يعني تفضل مستمره، بس اللي هو متعارف عليه دلوقتي واللي احنا عارفينه ان ما ينفعش ان انت تمتص اكتر من 50 جرام بروتين في الوجبه. ففي حاله لو انت ضميت كل الوجبات مثلا في وجبتين او 3 وجبات اللي هي الفتره اللي انت بتاكل فيها في رمضان، فبرضو الموضوع هيبقى صعب شويه لانك هتاخد اعلى من 50. فالاعلى من 50 ده غالبا مش هستفيد بيه. علشان كده انا في البلانز بتاعتي بحاول ان انا احط 50 جرام بروتين بس ماكسيموم في الوجبه الواحده، لان انت الزياده كده كده مش هستفيد بيه يعني. فالمشكله في الايتنج ويندو او الوقت اللي انت مسموح ليك فيه ان انت تاكل اكل معين. فعموما ما تحطش امل قوي ان انت هتزيد كتله عضليه في رمضان. خلينا نتكلم على موضوع الحفاظ على الكتله العضليه، او حتى لو انت يعني كنت جينيتيكلي فريك او جيناتك حلوه قوي وهتزيد كتله عضليه، فحاول تعمل الحاجات اللي انا اقول لك عليها دي. فخلينا نمسك الشق الاولاني اللي هو عمليه الحفاظ على الكتله العضليه وانت في رمضان. ايه احسن وقت تاكل فيه؟ تنظم وجباتك ازاي؟ تتمرن ازاي؟ تتمرن امتى؟ مبدئيا خلينا نعرف ايه هو البروتين سينثيسيس او عمليه تخليق او بناء البروتين. البروتين سينثيسيس او عمليه تخليق البروتين هي ميتابوليك بروسيس، بمعنى ان هي عمليه تمثيل غذائي اسمها كده بالعربي، او عمليه بناء العضلات في الجسم. يعني هي العمليه اللي مسؤوله عن بناء العضلات في الجسم. علشان تزود الكتله العضليه في جسمك تفضل تبني عضلات، لازم عمليه البروتين سينثيسيس او عمليه تخليق البروتين دي تفضل مستمره طول اليوم. فهتستمر ازاي طول اليوم؟ بتستمر عن طريق عده طرق. يعني لازم في شروط معينه لازم تتوفر علشان عمليه تخليق البروتين دي تفضل شغاله طول اليوم. فخلينا نتكلم على اهمهم الاول وننزل بالاقل اهميه. اهم حاجه خالص علشان خاطر عمليه تخليق البروتين دي تفضل مستمره خلال اليوم وعلى المدى البعيد تبدا تزيد كتله عضليه، لازم يكون نوع البروتين اللي انت بتاخده من الاكل يكون نوع نظيف. انت عندك حاجه اسمها الامينو اسيدز او الامينو اسيدز، هي 9 احماض امينيه، وهي البيلدنج بلوكس او الحاجات اللي بتكون منها البروتين. ففي 3 انواع من الاحماض الامينيه دي هي انظف انواع اللي بتخلي البروتين سينثيسيس يفضل شغال او مستمر، او عمليه تخليق البروتين تفضل شغاله خلال اليوم. فكل ما الاكل فيه 3 احماض امينيه معينه، ال3 احماض امينيه دول هيساعدوك ان انت تبني كتله عضليه، وهيساعدوك ان انت تعمل ماسل ريبير او تيشو ريبير مع الوقت. الثلاث احماض دول هم اللوسين، اللايسين، والميثاين. فدي اول حاجه البروتين كواليتي. لازم تتاكد ان الاكل اللي انت بتاكله يكون فيه الثلاث احماض امينيه دول. تاني حاجه كميه البروتين اللي بتاخدها بتلعب دور كبير في عمليه تخليل البروتين. يعني لو انت مثلا شخص بتحاول ان انت تزيد كتله عضليه، فما تاخدش اقل من 2 في وزنك بالكيلوجرام، من 2 ل 2.2. يعني شوف وزنك مثلا 80 كيلو مثلا، فانت المفروض تاخد 160 جرام بروتين. انا على سبيل المثال مثلا باخد من 220 ل 230 جرام بروتين في اليوم. فبتاكد طبعا الاكل بتاعي فيه الثلاث احماض امينيه دول. باخد مصادر بروتين نظيفه، لين بروتين.
وتاني حاجه بركز على ان كميه البروتين تبقى عاليه، تبقى على الاقل 200 جرام بروتين في اليوم. تالت حاجه مهمه من ناحيه البروتين سينثيسيس وهو الوقت نفسه بتاع الاكل. انت بتاكل امتى؟ عمليه تخليل البروتين بتفضل مستمره لمده 5 ساعات. فتالت نقطه دي نقطه مهمه، لان عمليه البروتين سينثيسيس او عمليه تخليل البروتين هتتوقف بعد استهلاكك لاخر وجبه. فانت استهلكت اخر وجبه مثلا الساعه 4 الفجر، فانت عمليه البروتين سينثيسيس هتفضل شغاله لحد الساعه 9. خلينا نشوف بقى هناكل ازاي، يعني نقسم الاكل ازاي. لو واحد عادي طبيعي المفروض انت هتفطر الساعه 6:30، يعني المغرب بيأذن على 6:30 تقريبا هنا، فانا المفروض هفطر وبعد كده هقعد شويه وبعد كده انزل اصلي التراويح، وبعد ما اجي من التراويح المفروض ان انا مثلا هقعد شويه وبعد كده انزل الجيم وارجع من الجيم اخد شاور وكده وبعد كده انام واصحى على السحور. فالمفروض ده الوقت اللي انا هصحى وهنام فيه. الوجبه الاولانيه اللي هي الساعه 6:30 يفضل انها تكون وجبه عاليه في البروتين، يكون فيها البروتين عالي وفي نفس الوقت سريع الامتصاص لانك صايم لمده طويله، وطبعا العضل عايز بروتين علشان يرجع يخلق بروتين تاني، او عمليه تخليل البروتين تبدا تتم تاني. فانت عايز حاجه يكون فيها بروتين عالي ويكون سريع الامتصاص، وفي نفس الوقت انت مش عايز وجبه دسمه علشان انت هتنزل تصلي التراويح وهتنزل تتمرن بعد كده، فمش عايز بطنك تكون تقيل. يفضل ان انت تاخد بروتين شيك يكون ايزوليت، لانه امتصاصه سريع، هيمتص بسرعه. وطبعا تاكل الوجبه بتاعتك العاديه، ولو كلت بلح يعني لو كلت تمر تفطر عليه زي ما السنه يعني بتقول، فمفيش اي مشكله، مش هيزودك يعني اللي هو السبع بلحات تقريبا فيهم 170 كالوري او لحد مثلا معاك ل 200 كالوري، فعادي مش التمر هو اللي هيزودك. لان في ناس بتقول لك لا انا عامل دايت ومش عارف ايه فانا مش هاخد تمر، لا كل تمر عادي مفيش اي مشكله. فاول وجبه هتفطر على تمر وتاخد الوجبه بتاعتك العاديه يكون البروتين بتاعها زي ما احنا قلنا عالي، وتاخد بروتين سريع الامتصاص. ممكن تاخد بروتين شيك مثلا. المفروض ان انت هتقعد مثلا تريح شويه، ممكن تاخد مثلا قبل ما تنزل التراويح تاكل مثلا سناكس، ممكن تاخد لك موزه مثلا مع 40 50 جرام كاجو. ممكن لو قدرت تاخد بروتين شيك. هتنزل تصلي التراويح هترجع تكون الساعه تقريبا 9 9 ونص، فساعتها تاخد وجبه تانية تكون برضو عالية في البروتين. تشوف بقى انت ممكن تاكل ايه، تاكل فراخ مثلا، تونة، بيف، ممكن تاكل سلمون. الحاجات دي كلها ممكن تكون تقيلة، ممكن ناس ما تعرفش تاكل الحاجات دي، فساعتها ممكن تاخد مثلا زبادي يوناني، تاخد حاجات خفيفة شوية تكون برضو عالية في البروتين مفيدة. ممكن تاخد زبادي يوناني، ممكن تاخد بروتين شيك برضو تاني، ممكن تاخد مثلا مصدر كربوهيدرات سريع زي الرايس كيك. وبرضو حاول ان انت ما تاكلش وجبه دسمه علشان خاطر انت هتنزل التمرين. بعد ما تاكل السناكس، والسناكس دي يفضل يكون فيها بروتين، انت على قد ما تقدر في الوقت اللي انت بتاكل فيه ده عايز تخلي البروتين عالي عشان انت محتاج مثلا 200 جرام بروتين في اليوم. فانت الوقت ده حاول ان انت كل وجبه بتاكلها يكون فيها على الاقل 20 30 جرام بروتين. خلص السناكس بتاعتك، سواء انت بقى هتاخد سناكس او هتعرف تاكل وجبه، شوف انت هتظبطها ازاي. بس لو مش قادر في عندك اوبشنز تانية، ممكن تاخد بروتين شيك، ممكن تاخد زبادي يوناني. لو مش عندك بروتين شيك ممكن تجيب اللي هو الشيك اللي بيتباع في السوبر ماركت ده، جرينيد مثلا او اي نوع تاني. ففي مصادر بروتين كتيره. ومصدر الكارب ممكن تجيب مثلا رايس كيكس، هيكون بروتين سريع فهتهضمه بسرعه، وفي نفس الوقت هتنزل على التمرين هيكون عندك باور شويه. هل تاخد كرياتين في رمضان؟ مفيش مشكله، خد كرياتين، اشرب ميه عادي طبيعي مفيش مشكله، انا باخد كرياتين عادي. بعد كده هتنزل على الجيم هتتمرن هترجع تاخد بروتين سريع الامتصاص، البروتين شيك معاك خد بروتين شيك. ولو قدرت بقى تاكل وجبه يبقى كويس، وجبه برضو عاليه في البروتين. ممكن مثلا تعمل لك وجبه سريعه. انا على سبيل المثال ما اعرفش الناس هتتقبل تاكل الوجبه دي ولا لا، باكل مثلا بياض بيض، مثلا 8 بياض بيض وبيضتين، ممكن يكونوا كتير بس ده اللي انا باكله. 8 بياض بيض وبيضتين، وباخد مثلا ماش بوتيتوز او بطاطس مهروسه بعد التمرين. فده بالنسبه لي كويس جدا. بعد كده ممكن تنام، تمام. ووجبه السحور المفروض تاخرها على قد ما تقدر. ليه؟ علشان ثالث نقطه اتكلمت فيها، وهي ان عمليه تخليق البروتين بتستمر لمده 5 ساعات، فانت عايز تاخرها على قد ما تقدر بحيث ان عمليه تخليق البروتين دي تستمر معاك لاطول فتره ممكنه. فبدل مثلا ما تخليل البروتين يخلص الساعه 7، لا انت عايزه يخلص 10، فممكن مثلا تتسحر الساعه 4 4 ونص، بحيث ان انت تبقى اخرت وجبه السحور على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت انت خلاص هتستفيد بعمليه تخليل البروتين وانت نايم. الوجبه الاخيره بتاعه السحور دي حاول تخلي فيها بروتين بطيء الامتصاص، عكس بقى اللي احنا قلناه في الفطار. الفطار انت عملته سريع الامتصاص عشان عايز عمليه تخليل البروتين تتم بسرعه وانت كنت صايم فتره طويله. لا، في السحور انت عايز بروتين بطيء الامتصاص عشان يفضل في جسمك او يفضل في السيستم فتره طويله. هتاخد كازين بروتين. لو انت معاك سبلمنت ممكن تاخد سبلمنت مثلا كازين.
لو انت مثلا ما جبتش سبلمنت، ممكن تاخد بقى جبنه قريش مثلا، ممكن تاخد زبادي يوناني، ممكن تاخد اي حاجه فيها بروتين بطيء الامتصاص عشان يفضل مستمر معاك لاطول فتره ممكنه. في ناس مش متعوده انها تاكل كتير، يعني هتقول لك ده كميه الاكل كتيره جدا وما اعرفش ايه. مفيش مشكله، فوت وجبه فوت وجبتين. انت عايز تطلع باقل خسائر وعايز تعمل اللي عليك، مفيش مشكله. برضو علشان الناس يعني ما تعاقبش نفسها، في ناس مثلا بتتعزم، لو اتعزمت ما ترفضش، روح العزومه عادي وحاول تاكل مثلا حاجات فيها بروتين، حاول تزود يعني كل حاجات مشويه مثلا، وخد لك مثلا شويه رز مش عارف، يعني خليك ذكي في اختيار الاكل بتاعك. في ناس بتفكر تفكير خاطئ ان هو يقول لك طالما انا معزوم هي كده كده بايظه اضرب بقى. لا، ما هي في ناس بتحسبها اللي هو يقول لك all or nothing، هي ما بتمشيش كده. يعني اللي هو يا اما اعمل دايت 100% يا اما خلاص لو عكيت مره يبقى انا عك الدنيا في بقيه اليوم او بقيه الشهر او بقيه السنه. التفكير ده خاطئ. يعني انت لو مثلا حد عزمك ونزلت كلت، خد البروتين بتاعك واشبع منه، وخد سلطه وخد مثلا شويه كربوهيدرات. في حاله لو ما كانش فيه بروتين كافي، خلاص يا سيدي قلل الكارب على قد ما تقدر، ومثلا اشرب قهوه بحيث انها تسد نفسك شويه. ما عرفتش ولقيت نفسك وقعت وجعان، يا سيدي كل مفيش مشكله، بس لما تروحش البيت تعك الدنيا اكتر وتقول هي كده كده بايظه. مبدا هي كده كده بايظه ده ما ينفعش في الدايت، ما ينفعش في اي حاجه. يعني حاول تقلل الخسائر على قد ما تقدر. لو انت جيت في يوم مثلا اتعزمت وعكيت، كمل اليوم اللي بعده الدايت بتاعك مفيش مشكله. انت بدل ما تزيد مثلا شويه دهون، يعني بدل ما تزيد مثلا نص كيلو دهون ولا اقل من نص كيلو دهون، ما تخليهاش بقى 2 كيلو ولا 3 كيلو. فحاول تلم الدنيا على قد ما تقدر. برضو بالنسبه للتمرين، هنتكلم على التمرين دلوقتي. برضو لو جيت في يوم مثلا ما قدرتش تروح الجيم، خلاص بقى خلاص انا هكمل الاسبوع كده كده بايظه وابدا الاسبوع الجاي، لا انت كده بتبوظ الموضوع اكتر. في كود كده يعني كنت قلته لكم في فيديو قبل كده، بيقول لك fitness is not owned, it's rented and you have to pay the rent every single day. يعني الفتنس مش حاجه انت بتشتريها مره واحده وخلاص. مش بتروح مثلا الجيم مره واحده تقعد 5 ساعات وخلاص بتفضل عليها سنه، لا ده هو زي ما يكون حاجه انت بتاجرها وبتدفع الايجار يومي. لازم تدفع الايجار يومي. الايجار ده بتدفعه ازاي؟ بتدفعه في الدايت وبتدفعه في التمرين. فلازم تفكر في الموضوع كده. فلو انت جيت مثلا في يوم زي ما انا قلت ما قدرتش تنزل تتمرن او ما قدرتش تلتزم بالدايت اللي انت عامله، خليك مكمل بعديها. يعني خلاص عك وانجوي، يعني كل اكلك وما تحسش باي زعل ولا اي ندم، مفيش اي مشكله. خلاص هي الدنيا كده، انت مش داخل مستر اولمبيا. طيب وقت التمرين واحنا ما زلنا بنتكلم على الشخص اللي هو عايز يزيد كتله عضليه كهدف عام، يعني او عايز ان هو يحافظ على الكتله العضليه اللي هو اكتسبها، انا مش شايف اي سبب خالص يخليك تتمرن خلال فترات الصيام، سواء كان الصبح او قبل الفطار. مفيش اي سبب. اولا انت مش هتقدر ان انت تشرب ميه، فهتبقى جسمك ديهايدريتد، فهتبقى عرضه اكتر للاصابات. تاني حاجه مش هيبقى في جسمك اكل، يعني في السيستم بتاعك مفيش اكل كافي، مفيش جلايكوجين، فمش هتقدر تحمل اوزان، مش هتقدر تقطع فايبرز اكتر، فعمليه البناء العضلي مش هتكون في احسن حالتها. هتبقى بتعاني، عايز تشرب، عطشان، جعان، فليه؟ مفيش اي سبب يخليك تعمل كده. فافضل وقت علشان تتمرن فيه هو بعد صلاه التراويح. يكون انت فطرت، ريحت شويه، نزلت صليت، الاكل في جسمك اتهضم، وساعتها تنزل تتمرن على معده خفيفه. بعد صلاه التراويح بتلاقي الجيم سيب الحبل عندي، سيب الحبل عندي. فممكن تاخر الموضوع شويه. انا احيانا بروح الجيم مثلا الساعه 12 بالليل او 1 بالليل، لو قدرت تعمل كده خلاص، ما قدرتش خلاص بقى انزل صلاه تراويح وحاول ان انت تمشي نفسك. بعد صلاه التراويح هو الوقت المثالي للتمرين. طب افرض ما قدرتش تتمرن بعد الفطار وقبل الفطار كان هو الوقت الوحيد اللي تعرف تتمرن فيه، خلاص اتمرن قبل الفطار. بس حاول ان انت ما تجيش على نفسك قوي في الاوزان، ما تحاولش ترفع اوزان تقيله قوي، يعني بالراحه على نفسك. وحاول انت تلعب عدات قليله، ما تزودش عدات قوي. وحاول انت تركز في الريب نفسها او العده نفسها، تعمل نيجاتيف موفمنت، تنزل بالراحه، تعمل فول اكستنشن، فول رينج اوف موشن او مدى حركي كامل. يعني حاول تركز في الاداء اكتر، ما تركزش على ان انت تزود اوزان او تزود عدد تمارين، لانك مش هتكسب مكاسب عضليه زي اللي في دماغك. بالعكس انت لو جيت على نفسك قوي وانت مش واكل كويس، فهتعمل هدم عضلي اكتر، لان انت ما عندكش سعرات حراريه كافيه ان انت تبني او ان انت تريبير المسل تيشوز دي. بالنسبه بقى للناس اللي هي عايزه تخس، امرها سهل، اتمرن في اي وقت. اتمرن في اي وقت، مفيش اي مشكله. حاول ان انت بس تنزل تتمرن، ما تكونش معدتك مليانه. وعايز تتمرن قبل الفطار بعد الفطار، انت كده كده اصلا مش في دماغك ان انت تزود كتله عضليه. ولكن انا مش شايف برضو يعني مبرر لواحد عايز يخس. انت عايز تخس بس ليه تخسر عضل؟ يعني ما تعمل اللي عليك ان انت ما تخسش، انت مش عايز تزيد بس حاول تحافظ على اللي عندك. يعني حاول انت ما يبقاش شكلك هزيل. فليه برضو تنزل تتمرن وانت صايم؟ ممكن يكون التمرين وانت صايم
يكون افكتيف او فعال اكتر في عمليه خساره الدهون، بس انت برضو مش عايز يبقى شكلك هزيل. بس في حاله لو انت عايز تتمرن قبل الفطار على طول، بحيث ان انت تتمرن تخلص تنزل تفطر او تاكل اللي انت عايز تاكله. الفكره كلها ان انت لو اتمرنت الصبح هتتعب طول اليوم، يعني ده السبب الوحيد اللي يخليني اقول لك ما تتمرنش الصبح، عشان ان انت هتبقى تعبان طول اليوم، هتبقى جعان، اليوم قدامك لسه طويل، عطشان، فمفيش مبرر ان انت برضو تتمرن الصبح. بس لو عايز تتمرن عموما قبل الفطار، فقبل الفطار بساعه مثلا ده افضل وقت ممكن تتمرن كارديو. في حاله لو انت شخص عايز تزيد عضل او تحافظ على العضل وفي نفس الوقت عايز تنزل شويه دهون، فممكن تلعب كارديو قبل الفطار على طول. يعني قبل الفطار مثلا بساعه الا ربع ساعه ممكن مثلا تنزل تمشي في الشارع او تلعب على التريدميل او ايا كان، ويبقى الويت ليفتنج سيشن او تمارين رفع الاثقال تكون بعد التراويح زي ما احنا حكينا. بس دي كل حاجه يعني في دماغي ممكن اقولها على موضوع التمرين وموضوع التغذيه خلال فتره شهر رمضان. عموما انا لسه باخد ناس، لو اي حد عايز يتمرن معايا اونلاين ممكن يبعت لي ايميل على الايميل اللي هحطه تحت في الديسكريبشن. زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، المتابعه معايا في الاونلاين بتكون مختلفه شويه عن الناس التانية. يعني انا عندي متابعه يوميه، انا بتابع كلاينتس يوميا، بشوفه كل الوجبه ولا لا، بخليه يصور لي الوجبات، يعني بيبقى فيه عنايه كامله بالشخص اللي بيتمرن. يعني انا تقريبا حاولت ان انا احل كل مشاكل الاونلاين، زائد ان في فلكسبيليتي او في مرونه جامده جدا في الدايت. وانت عايز تغير اي وجبات خلال اليوم بتتغير، مفيش اي مشاكل على الواتساب. لو انت مثلا عايز تاكل بره بنظبط مع بعض انت ممكن تاكل ايه، برضو اون ذا جو على الواتساب كله بيخلص. فالسبورت طول اليوم، التغيير الوجبات معاك في اي وقت. فالحاجه دي اعتقد انها مش موجوده كتير في الاونلاين، او بيكون سعرها عالي قوي. لو انت مهتم بحاجه زي كده ممكن تبعت لي على الايميل اللي هحطه تحت، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي، او مش الاسبوع الجاي، خلال الايام. انا الايام دي شغال كل يومين او مصور فيديو، فان شاء الله اشوفكم في خلال الايام في الفيديو الجديد. لو عندكم اي اقتراحات عن الحلقه الجايه عايزينها تبقى عن ايه، وبرضه حابب اسمع رايكم في الحلقه دي، فممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتس. اشوفكم في الحلقه الجايه. كان معكم احمد الحديدي، السلام عليكم.